الفتيس السي في تي الاكثر جدلا، مصنعين كتير بيعتمدوا عليه في عربياتهم، وفي نفس الوقت ناس كتير بتكرهه. هل هو فتيس ضعيف فعلا ولا احنا اللي فاهمينه غلط؟ انا مؤمن نذير، وتعالوا النهارده نتكلم عن الفتيس المظلوم السي في تي. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتشوفوا الفيديو من اليوتيوب بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعلوا الاشعارات، ولو بتتفرجوا من الفيسبوك ما تنسوش لايك وفولو البيج عشان تتابعوا اخبار العربيات اول باول. اولا، كلمه سي في تي هي اختصار لثلاث كلمات، وهي continuously variable transmission، يعني نقل حركه متغير باستمرار. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني الفتيس ده مش اوتوماتيك اصلا وما فيهوش نقلات، وكل النقلات اللي هو بيطلعها لك دي نقلات وهميه. خدت الصدمه بقى. هتقول لي كده الكلام بدأ يتعقد وكل حاجه تبدا تدخل في بعض. تعالوا ندخل جوه الفتيس عشان نعرف اصلا هو بيشتغل ازاي. اي فتيس سي في تي في الدنيا مبني على ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجتين وهما بكرتين مخروطين الشكل، بكره منهم للعجلات وبكره منهم للمحرك. تالت حاجه اساسيه وهي سير معدني قوي جدا ماشي ما بين البكرتين. في بعض الاحيان زمان كان موجود بدل السير المعدني ده كان سير مطاطي، ولكن ما نجحش قوي وبطل استخدامه في الفتيس السي في تي. كل بكره من البكرات اللي قلنا عليهم هو عباره عن نصين، ولما النصين دول بيقربوا من بعض السير بيعلى لفوق، ولما النصين دول بيبعدوا عن بعض السير بينزل لتحت. طبعا الدنيا لسه مش واضحه قوي، بس احنا ما خلصناش شرح. لو انت في الثبات وعايز تتحرك بالعربيه، فالبكره بتاعت المحرك هيكون حجمها صغير عشان يدينا عزم نحرك بيه العربيه، والبكره بتاعت العجلات هتكون حجمها اكبر. اما لو انت متحرك اصلا بالعربيه وعايز تزود السرعه، فالبكره بتاعت المحرك هتبقى اكبر والبكره بتاعت العجلات هتبقى اصغر. لذلك في الحاله دي هتلاحظ التسارع بتاع العربيه بطيء، ولكن على الناحيه الثانيه ده بيدينا استهلاك في الوقود افضل بكتير. طب ليه بقى في شركات كتير عالميا لجأت للفتيس السي في تي وبتعتمد عليه بصوره كبيره في اغلب موديلاتها؟ اولا، الفتيس السي في تي هو فتيس اقتصادي جدا، بيوفر بصوره كبيره جدا في الوقود، وده الاتجاه العالمي اللي كل الشركات ماشيه عليه. تاني حاجه وهي ان الفتيس ده سلس وناعم جدا، وده مناسب اكتر للناس اللي بتستخدم العربيه جوه المدينه. تالت حاجه وهي التكلفه، سواء تكلفه التصنيع او تكلفه الصيانه، لان الفتيس ده حجمه اصغر وقطعه اقل من الفتيس الاوتوماتيك، فبالتالي ما بياخدش مساحه كبيره ووزنه ما بيبقاش عالي، وفي الاخر الكوست بتاعته او التكلفه بتاعته هتبقى اقل من الفتيس الاوتوماتيك. واخر حاجه وهي سهوله الصيانه بتاعت الفتيس السي في تي، وقله تكلفه الصيانه بتاعته عموما عن صيانه الفتيس الاوتوماتيك. نيجي بقى لعيوب الفتيس ده، ما هو الحلو ما بيكملش، عد عندك بقى. اول حاجه هتحس ان صوت الموتور بتاع العربيه عالي جدا وقت التسارع، وده لان الفتيس بطريقه ما بيثبت الار بي ام لحد ما العربيه تجمع سرعه وتزود السرعه واحده واحده تدريجيا. فبعكس العربيات اللي فيها فتيس اوتوماتيك، صوت الموتور بيبدا ان هو يقل او يهدى لفتره معينه في وقت النقلات، انما الفتيس السي في تي ما فيهوش الكلام ده. تاني عيب عندك وهو ان الفتيس ده حساس شويه عن الفتيس الاوتوماتيك، زي الفرق كده بينه وبين الاجانب. انت تقدر تشرب ماء من الحنفيه عادي، لكن الاجانب لا. خلاصه الكلام، الفتيس السي في تي معمول للراحه وللتوفير، مش معمول للاداء الرياضي نهائي. ولو استخدامك جوه المدينه هتلاقي ان الفتيس ده مناسب جدا ليك وموفر جدا في البنزين. اما لو انت بتحب الاداء الرياضي فالفتيس ده مش هيبقى مناسب معاك، اتجه لحاجه فيها فتيس دول كلاتش. ما تنسوش تكتبوا لي تجاربكم مع فتيس السي في تي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. كان معاكم مؤمن الوزير، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير.